لا 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 لا. كتير مننا بيستخدم السمنه البلدي من السوبر ماركت وبيحاول انه يستبدل السمنه البلدي دي بالليه، او بمعنى اصح كده الدهون الحيوانيه اللي بتبقى موجوده جوه البقر او الخرفان وغيره. وناس كتير جدا بتبدا انها تستخدم النوعين مع بعض وتخلطهم. تعالى بقى نشوف المشكله فيه. بص يا سيدي، لو انت بتستخدم الدهن الحيواني وبتعتمد عليه اعتماد كامل في كل اكلك وبصفه يوميه، فده خطر جدا على صحتك. انما لو استخدمناها باعتدال الموضوع مش هيبقى خطر خالص. طيب لو انت عايز تشتري سمنه بلدي من السوبر ماركت، تخلي بالك جدا من المكونات اللي موجوده على العلبه. يعني لو مكتوب على العلبه ان مصدرها حليب الابقار بنسبه 98% او 99%، اعرف ان دي سمنه بلدي ناتجه من حليب الابقار وامنه جدا للاستخدام. وفي كمان علب تانية مكتوب عليها ان هي 65% منها حليب ابقار، ودي بتبقى سمنه خليط، يعني مكتوب بخط صغير كده انها معدله بزيت نباتي. النوع ده من السمنه ابعد عنه خالص لانها مش بتبقى مفيده وملهاش اي لازمه. طيب انت عايز تبقى في الامان، اشتري الزبده الفلاحي اللي بنجيبها من الفلاحين او الارياف، ودي بتبقى صحيه جدا ومفيده، ولكن اتاكد انها مش مغشوشه. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقات اقوى بكتير، وسلام عليكم.